اغلب البنات اللي بتكون مش عارفة تتخلص من الوزن الزايد بتاعها او مش عارفة تخس وتحافظ على وزنها، بيكون عندها تعلق عاطفي بالسكر والكربوهيدرات البسيطة بشكل عام، ومش عارفة تتخلص منه. يعني هو بالنسبة لها الموضوع ده الاكل او الحاجات الملزلزة والحلويات بالنسبة لها هي مصدر امان ليها. اول ما تحس ان هي متوتره قلقانه مضطربه في اي حاجه، في ستريس في الشغل، مستنيه حاجه، مبسوطه، بتحس ان الاكل ده هو الحاجه اللي بتحضنها كده. ده السبب الاساسي اللي بيخلي بنات كتير قوي ما تعرفش ان هي تحافظ على الدايت، بجانب طبعا لو في مقاومه انسولين فشرايط الاكل هتزيد. بس بشكل عام لو واحده حتى عدت مرحله مقاومه الانسولين ودماغها بتوزعها طول الوقت ان هي تاكل حاجه مسكره او حاجه مش صحيه، ده بيكون بسبب العلاقة الغير صحية مع الأكل. وتاني سبب لقيته بيتكرر مع بنات كتير جدا في المتابعات معايا هو فكرة التدمير الذاتي. ان انا بحس ان انا عارفين اللي هو ايه، انا مستحقش من جوايا حتة كده، من جوايا كنت عاملة حلقة عن الموضوع ده، ان انا مستحقش الشكل اللي انا عايزاه. انا من جوايا حاجة كده بتقولي انت مش هينفع توصلي لهناك، فدايما بلاقي نفسي بعمل تدمير ذاتي. النهاردة انا هتكلم في حتة ادمان الاكل، ازاي نتخلص من ادمان الكربوهيدرات البسيطة بشكل عام. بصوا يا جماعة، في علم النفس لما بيجي حد يتعالج من ادمان حاجة معينة، الحاجة دي ما بتكونش موجودة في المحيط بتاعه. يعني هم حتى بيحجزوهم في مصحة عشان يكونوا بعاد عن المصادر اللي هتخليهم يوصلوا للحاجة اللي هم مدمنينها، حتى لو هيدوهم الحاجة بجرعات قليلة محسوبة وعارفين هيشيلوها امتى. بس بشكل عام الهدف الاساسي ان هم يبعدوا عن الحاجات اللي هم مدمنينها. طيب في ناس ممكن تقولي ده السكر ده لا ده اكل مش يعني ما تقارنيوش بالمخدرات مثلا. فلا، السكر مادة ادمانية. السكر بيدخل على المخ بيخليكي مبسوطة ازيد من الطبيعي، بيخليكي كأنه بيطبطب عليكي كده. لو في اي ستريس او في اي هرمونات توتر بتطلع، السكر بيبدأ ان هو يهديها. تمام، فهو مادة ادمانية. طيب ليه في ناس كتير قوي بتيجي مثلا ان هي خلاص قطعت السكر وقت، بعدين بترجع بشراهة عالية قوي؟ وعشان كده بنلاقي دكاترة كتير بيقولولك اهم حاجة الاعتدال، وكلي بس على مهلك وامسكي نفسك. ما انتي اصلا لو عارفة تمسكي نفسك ما كنتيش هتتخني وما كانش هيبقى عندك مشكلة. تمام، بس ليه في ناس بترجع تاني؟ لان الناس دي بتكون وهي جاية تقطعه هي مش متخيلة ان هي هتبطله. يعني جو اللي هو ايه، هو انا امتى هرجع تاني اكل سكر؟ انا حتى معايا مثلا بيجي واحده معايا نقول لها مثلا انت هتقطعي السكر الابيض وهناكل كذا، وبتمشي وخلاص جسمها بقى متقبل ان هي من غير سكر، دماغها دايما هو انا هرجع امتى اكل سكر، امتى هرجع السكر ده لحياتي. هي دي المشكله. لو انت غيرتي وعيك ده ان عادي ان انا ممكن اعيش من غير سكر، عادي ان انا ممكن اعيش من غير بيتزا ومن غير مكرونه، عادي ان انا ممكن اعيش حياتي كلها ملتزمه بالصيام المتقطع وبصوم مثلا 16 ساعه وباكل في 8 ساعات. لو بداتي تبرمجي دماغك على ده، انت ساعتها خلاص تبقي اتحررتي. هو انا لو جيت قلتلك مثلا انت هتعيشي حياتك من غير لحمه عشان اللحمه غاليه، انت حاسه بمشكله؟ ممكن اللي هو انا ممكن ابقى عايزه اكل لحمه بس قشطه، يعني ما في بدلها مثلا فراخ، في بدلها سمك عادي. لو جيت قلتلك هتعيشي حياتك من غير سكر على طول، هو انا هفضل طول عمري كده؟ هي دي النقطه. دي كده علامه على ان انت مدمنه الحاجه دي، انت عايزه تاكلي الحاجه دي كتير، عشان كده انت مش متخيله ان حياتك تكون من غيرها. عايزين نوصل لمرحله ان انت لما يتقالك مش تاكلي سكر تقولي عادي. طيب ازاي بقى اوصل للمرحله دي؟ فكره ان انا احط الهدف بتاعي ان انا اخس بس، انا بشوفها فكره ساذجه جدا، وهي الفكره اللي بتخليكي ما تعرفيش تكملي وتخليكي تخسي 3 4 كيلو وترجعيهم تاني. لازم الهدف بتاعك يكون هدف طويل الامد. تمام، انا بس بركولي الاول عشان انا بقيت معتمده من نقابه الصيادله على اني اخصائيه عنايه بالبشره واخصائيه تغذيه. تمام، ففي هدف حلو قوي احنا ممكن نشتغل عليه، وهو بشرتنا. حاجه ممتده معانا وحاجه عايزينها تفضل شكلها حلو على طول، والبنات كلها بتخاف من فكره ان هي تعجز. وهو هنا مربط الفرس. السكر اكتر حاجه بتخليكي تعجزي. سكر اكتر حاجه بتعمل عمليه اسمها الجلايكيشن، بتكسر البروتينات بتاعه الجسم، ومن البروتينات دي الكولاجين.
واحب اقولك ان بشرتك وشعرك بالنسبه لجسمك هم عباره عن اكسسوار، حاجه كده ايه ملهاش لازمه. طب ايه ده؟ السكر ده الجسم داخله سكر كتير قوي مش عارف يتعامل معاه، والمفروض يعمل عمليه الجلايكيشن. خلوه يبدا بان هو يعمل جلايكيشن للبشره وللشعر، فتلاقي الشعر اتقصف، تلاقي الشعر بدأ لونه يفتح. ليه؟ لان ده بالنسبه للجسم مش حاجه مهمه ومش حاجه ضروريه. تمام. لكن انت لو جيتي مثلا اول ما دخلتي كلتي سكر، فهيبدا يعمل جلايكيشن للبروتينات المهمه في الجسم، هيبدا يمرمط الجسم من جوه الاول، كده الجسم هيخرب بسرعه. فبالنسبه للجسم لا، خلينا نبوظ البشره، خلينا نبوظ الشعر، وبعدين نشوف الجسم من جوه بيقول ايه. عشان كده لو واحده قطعت السكر، قطع السكر مثلا وقت قطع السكر بتاع 4-5 شهور كده ولا حاجه، وجت تاكل حاجه مسكره، ايه اللي بيحصل؟ بعد 3-4 ايام هي مبدئيا معدتها بتوجعها والكلام ده كله، بس انا بتكلم على نتيجه بشرتها وشعرها. بعد 3-4 ايام بتبدا تلاقي نفسها بشرتها بدات تبهت، تمام، بدات تغمق، بدات تتاكسد. ليه؟ لان الجسم لقى سم غريب داخل عليه، فبدا ان هو يقول انا مش محتاج مثلا البشره لو اتضرت انا مش هيفرق معايا في حاجه. وبعدين يعني عارفه اللي هو كأن ايه، في خطر دلوقتي نحطه على الحاجه اللي مش مهمه، وممكن الشخص ده يبطل والموضوع يقف. طب لو الشخص ما بطلش، نبدا بقى نلاقي مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد، وهكذا. والعكس صحيح، لما انا باجي اكل كويس واهتم باكلي واكل حاجات صحيه، الجسم اول حاجه بيبدا يفكر ان هو يوديلها الاكل ده بتكون الاعضاء الداخليه للجسم. مثلا ده فيه دهون على الكبد، ده فيه مش عارفه الجسم عمال يأكسد في نفسه كتير، فلا خلوا مضادات الاكسده دي تشتغل على الجسم من جوه. ده الكلى كان هيحصل فيها مشكله، طب ايه ده بدأ يدخل اكل نضيف، طب يلا نشوف الكلى الاول. وبعدين خالص بقى يبدأ الجسم يشوف الاكسسوار، يبدأ الجسم يشوف بشرتك عايزه ايه، شعرك عايز ايه. عشان كده دايما بنقول اشربي ميه كفايه، لما تيجي تاكلي خضروات كلي خضروات كفايه وقت كافي عشان جسمك يشبع، فيبدأ يدي بشرتك. من هنا بقى لو انت حطيتي الهدف بتاعك طويل الامد، ان انا مش عايزه اعجز، ان انا عايزه احافظ على بشرتي وشعري شباب لاطول فتره ممكنه، هتعرفي انك تتخلصي من فكره ان السكر بالنسبه لي حاجه انا هرجع لها تاني. تمام. وهتلاقي ان الموضوع ان انا اخس بالنسبه لي خلاص، ما كده كده امر طبيعي، لما انا قطعت الحاجات دي بسهوله جدا ان انا اخس. طيب هل ده بس اللي انا محتاجه اعمله، ان انا احط هدف طويل؟ لا. تاني حاجة مهمة جدا ان انا اخلي هدفي بناء العادة. انا عايزاكي تنسي بقى الميزان وتنسي كل حاجة، وتركزي على عادة ان انا هاكل اكل صحي، على عادة ان انا مثلا هنزل اتمرن، على عادة ان انا اشرب مية كتير، على عادة ان انا هاكل سلطة. انا عايزة اخلي العادات دي اساسية في حياتي، ده اللي انا بفكر فيه، ما بفكرش في اي نتيجة. تمام. تالت حاجة مهمة جدا، ما تفكريش في بعدين. يعني ايه؟ يعني ما تقعديش تقولي هو انا هفضل سنة ملتزمه بالدايت، هو انا هفضل طول عمري ملتزمه بالدايت. انا عايزاكي تفكري في النهارده، انا النهارده هلتزم بالدايت، بكره هلتزم بالدايت، وهكذا كل يوم بيومه. الجيم زي ما قلتلك، انك تنشغلي، انك تنشغلي، انك تنشغلي، هقول دي مليون مره. كل ما كنتي مشغوله، عشان كده انا دايما كنت بشوف ان التغذيه هي حاجه بتخلي الشخص يغير حياته كلها، لانك صعب جدا تلتزمي بالدايت لو انت قاعده كل تفكيرك في الدايت. لكن لو انت عندك مشغوله، بمعنى ان في حاجه انت بتشوفي فيها تطور، حاجه لهياكي، انت هتعرفي تلتزمي بالدايت. عايزه اقولك بعد 2-3 كده من قطع السكر تماما ومن قطع الكربوهيدرات البسيطه تماما، هتلاقي نفسك ايه اللي بيحصل لك. هتبداي تلاقي نفسك ان انت اصلا لو كلتيهم جسمك بيوجعك. تمام. يعني انت حتى لو انت جيتي كلتي حاجه من دي جسمك بيوجعك، بتحسي ان انت همدانه، مش عارفه تركزي، مش عارفه تشتغلي. 2-3-4 يبدأ وشك يطلع فيه حبوب، عشان وشك شاف النظافة بتاعة الأكل، فعارفين اللي هو بقى فرفور. وعيشي على قد الوقت ده هتعرفي تكملي، عيشي على قد اللحظة اللي انت فيها، هتلاقي نفسك قادرة انك تكملي وتمشي في الوقت وانت مش واخدة بالك خالص. وان شاء الله من هنا ورايح هينزل محتوى عن التغذية وعن التجميل كمان، وهكلمكم عن التغذية التجميلية او ازاي الاكل اصلا بيأثر على بشرتنا وهكذا بصورة اوضح. بالمناسبة يا جماعة انا بعمل كامبات حلوة جدا هتغير حياتك جدا، لانه مش بيكون فيها بس متابعة التغذية، النظام بيكون معمول لكل واحدة في الكامب على انفراد، لكن كمان بيكون في متابعة حالة بشرتك وحالة شعرك، وبنتكلم عن حاجات عن السكين كير وهكذا، فهيفيدكم جدا. باي.